السلام الإخوان، مرحبا بكم معنا في قصة جديدة. قبل ما نبداو شدوا شي كوان خاوي وطفيو الضوء وديروا الكيت. نبداو. واش عمرك حسيتي باللي الحيوطة كيشوفوا فيك في شي دار شي نهار؟ ماشي إحساس عادي، ولكن داك النوع ديال الخلعة اللي كتخلي الدم يجمد في العروق ديالك فاش كتحس بلي الدار اللي ساكن فيها ماشي ديالك، واخا انت اللي خلصتي رزقك فيها. هادشي اللي غنعاود لك عليه اليوم. انا سميتي ياسين، مهندس معماري وعندي 34 عام. في 2018 كنت كنقلب على شي همزة، دار قديمة نصلحها ونعاود فيها البيع ولا نسكن فيها الا عجباتني، وبحكم خدمتي كنعشق البني القديم. ديك الهندسة ديال شحال هادي. واحد النهار عيط ليا واحد السمسار كنعرفو، سميتو بابو شعيب، راجل قديم في الحرفة وكيعرف كاع القنت ديال كازا. قال لي ياسين ولدي، كاين واحد الهمزة في النواحي ديال كازانيتي، فيلا قديمة ديال اليهود، مولاها مات في فرنسا والورثة بغاو يتهناو منها بأي ثمن، ولكن راه خاصك تزرب حيت الثمن اللي طالبين راه خيالي. انا ملي سمعت فيلا ديال اليهود خاطري ما مرتاحش، ولكن زعمني بابو شعيب، راكم عارفين الصمصرية كيشكروا لك الحاجة واخا تكون ما فيها ما يتشاف. المهم درت معاه في العشية ونتلاقاو. ايوا العشية تعاشات، تلاقينا وشدينا الطريق. الجو كان مغيم، واحد البرد ديال الشهر واحد كيضرب في الوجه. وصلنا لواحد الزنقة مسدودة، الدنيا تما كانت ساكتة بزاف، السكات اللي كيخليك تسمع حتى النفس ديالك. الفيلا كانت معزولة، داير بها واحد الجنان كبير ولكن ميت، فيه الكرم وشي شجاري كان ما باينينش هذوك الشجاري. واحد اللواية طالعة على الحيوط حتى غطات الشراجم. غير حطيت رجلي في ديك العتبة ديال الدار حسيت بواحد التبوريشة. الماكلة اللي كليت في الغدا بحال بغات ترجع ليا. الفيلا كانت كبيرة من الداخل، السيل ديالها داكشي ديال فرنسا، فيها 2 طبقات والسطح. الدخلة ديالها فيها واحد الباب ديال العود ثقيل ومنقوش فيه شي رموز غريبة، ماشي العربية وماشي العبرية واضحة، بحال كانت شي لغة مخلطة. بابو شعيب كان كيزرب عليا، شوف غير هاد الرخام، شوف هاد العلوم، راه قصرة ولدي هادي. انا كنت كنشوف في الحيوط والصباغة كانت مقشرة، والريحة ديال الغمال مخلطة مع شي ريحة خايبة بحال الريحة ديال شي حاجة ميتة قديمة. دخلنا للصالون، دورت في عينيا بانت ليا واحد المراية في القنت كبيرة بزاف مغطية بواحد الثوب بيض موسخ. سولت بابو شعيب علاش هاد المراية مغطية، ضحك وقال لي ايوا راك عارف الناس القدام كيقولوا باللي المراية في الدار خاوية كتحمق. غير وساويس وصافي. المهم الطمع عملية عينية، الثمن كان ناقص بزاف على الثمن العادي. المهم عمرت شي وراق وعطيته العربون حتى نكمل ليه. خديت السوارت وبديت كنوجد باش نرحل ليها. كنت باغي نسكن فيها غير بوحدي في الاول باش نصلح داكشي اللي غيتصلح فيها حتى نكملها، عاد نجيب الوالدة وخواتاتي. النهار الثاني رحلت ليها، كانت ليلة الجمعة، كنت بوحدي. جبت غير شي فراش قليل حطيته في واحد البيت في الطبقة الأولى، هو اللي بان ليا فيها الضو مزيان. الليل بدا كيطيح وانا جالس كنقاد شي وراق، حتى سمعت شي صوت، شي حد كيتمشى فوقي بحال الصوت ديال الصباط اللي عندهم داك الطالون اللوراني كيتسمع مجهد. حبست النفس، ما بقيت كنسمع والو. قلت مع راسي يمكن غير جاب لي الله، ولا واقيلا الحمام، حيت ملي طلعت للسطح بانوا لي شي حمام في واحد القنت. راكم عارفين الديور القدام كيعيشوا فيهم الحمام، خصوصا بحال هاد الفيلات البني ديالها قديم ديال فرنسا، نيامات الاستعمار كيكونوا بنيين بالقرمود، واحد البني في شي شكل كيموتوا عليه الطيور. المهم كملت شغلي وبديت كنبلاني فين غنعس. يلا جبت الفراش وبديت كنسمع تاني داك الصوت، ولكن هاد المرة ما بغاش يحبس. كان الصوت ديال شي حاجة
كتجرب بحال شي صندوق ثقيل كيتجرى من لقنت للقنت. هزيت التليفون، شعلت الفلاش وطلعت مع الدروج. كل خطوه كنت كنحس باللي الدروج كيتحرك تحت مني. وصلت للطبقه الثانيه. الدار كانت بارده بزاف لدرجه ان النفس ديالي كان كيخرج بحال كنت في ضبابه. وصلت لواحد البيت هو اللي كان فيه داك الصداع. حليت الباب بشويه، الباب دار داك الصوت اللي كيخلي اللحم يشوك. البيت كانت خاويه ما فيها والو غير الغبره وواحد الريحه قاصحه بحال الكبريت. يلا جيت نخرج وانا نشوف شي حاجه في القنت. واحد الخيال طويل واقف ما كيتنفس ما كيتحرك. قلبي بغى يخرج من بلاصتو وجات الفلاش ديال التليفون. جيت وما لقيت والو غير الظل ديال واحد الشجره اللي برا كينعكس على الحيط بفعل الضوء ديال الكاميرا اللي ضاربه من برا. ضحكت على راسي وقلت ياسين وليتي خواف، هادي راه غير فيلا ماشي السينما. رجعت نعست ولكن ما نعستش مرتاح. حلمت باللي انا وسط ديك المرايه اللي لتحت وشي حد كيحاول يجرني لداخل. واحد الصوت كيهمس في ودني بواحد اللغه ما مفهوماش ولكن كانت كتحرقني في ودنيا. الصباح فقت عيان راسي ثقيل. مشيت غسلت وجهي وخرجت مشيت لذاك الفيلاج. خديت داكشي اللي غيخصني في الفطور ورجعت. حطيت الفطور ديالي وفطرت. قررت نبدا الخدمه. عيطت على شي دراري يعاونوني يقادو هادشي اللي خاص في الدار، الصباغه وداكشي اللي غيتصلح. كانت عندي النمره ديالهم نيت، اصلا كانوا هما قراب نيت لهاد البلاصه. دازت واحد نص ساعه وصلوا الدراري وبدينا كنحيدو ديك الصباغه القديمه. فاش وصلوا الدراري للحيط اللي في الصالون مورا ديك المرايه الكبيره، واحد من الدراري سميتو حميد عيط ليا وهو مصدوم: معلم ياسين اجي شوف هادشي. مشيت كنجري لقيتو محيدو المرايه ولقاو وراه باب صغير ديال الحديد مصدي ومسدود بالسلاسل غلاظ. والغريب في الامر هو داكشي اللي مكتوب فيه. مكتوب في الباب شي كتابه بالدم ناشف بحال العربيه مقلوبه وشي طلاسين. حميد قال لي: معلم هاد الدار فيها شي حاجه ماشي هي هاديك. هاد السناس ما دايرينهمش على حساب السرقه، هادو راه بحال حابسين شي حد لداخل. انا كنت كابر في المدينه وما كنتش كنامن بهاد الهضره ديال الشياطين والجنون. قلت لهم هادو راه غير الخرافات ديال الناس زمان، كونوا هاني نحلوا هاد الباب نشوفوا شنو كاين وراه. جابوا الدراري الدوزان مطرقاو واحد المنشار ديال الحديد. غير بدينا كنقطعوا في السناسل وقعت اول حاجه غريبه. الضو اللي كان في الفيلا طفى دقه وحده. واحد الظلام ما كيبان لك والو واخا بالنهار، حيت هاد الصالون ما عندوش اصلا الشراج. واخا بالنهار ما تيبان لك والو الا ما شعلتيش الضو. الجو كان مخنوق. حميد بدا كيغوت، رجلي تقطعات. شعلنا الضو ديال التليفونات، لقينا حميد طايح والمنشار مخشي ليه في رجليه. الجرحى غارقه والدم كان كيسيل ليه بالجهد. هزيناه وخرجنا كنجريو للسبيطار. حميد كان كيرجف وكيقول: والله ياسين ما نرجع لديك الدار مازال. شي حد هو اللي دار لي هكا، ما بغاناش نحلو داك الباب. بقيت جالس شاد راسي ديك العشيه وكنفكر في هاد المصيبه، ولكن العناد ديالي ما خلانيش. رجعت للدار قبل ما يظلم الحال ودخلت وبقيت كنشوف في داك الباب. السناس اللي كانوا باقين لاصقين ولكن بانوا ليا بحال تحركوا من بلايصهم. رجعت للكوزينه بغيت نشرب شي كاس ديال الماء. واحد شويه سمعت الصوت ديال دري صغير كيضحك. واحد الضحكه بريئه. بقيت جامد بلاصتي حتى عرفت منين جاي داك الصوت. خرجت من الكوزينه بقيت غادي تابع داك الصوت، لقيتو كيخرج من داك الباب اللي كنا كنحاولوا نحلوه. ضربت على الباب لقيته مفتوح. اواه اش هادشي؟ يلا دخلت لقيته مسدود. كيف ما خليناه قلت والله حتى ندخل نعرف شنو كاين تما.
واخا انا شداني واحد الخلعه ما كتوصفش. نزلت بشويه، الخطوات ديالي كانوا كيتسمعوا في الدار كامله. وصلت لاكاف، بانوا لي الحيوط ديالو كله عامرين بشي طلاسيم وشي رسومات بحال داكشي ديال الفراعنه، وشي ريحه خانزه بحال ديال الشواط. بان لي واحد الصندوق ديال العود قديم وفوقو شي العاب ديال الدراري الصغار قدام، مصنوعين من العود وعامرين بالرتيله ومصبوغين بواحد الصباغه باهته. وواحد الكتاب صغير الجلد ديالو قديم ومقطع. هزيت الكتاب، كانت مذكره فتحتها، كتبدا بالفرنسيه، كتحكي على شي قصه عائله يهوديه كانت ساكنه هنا في الستينيات. بقيت كنقرا والخلعه شاداني. المذكره كانت ديال بنت سميتها ساره، كانت كتحكي على خوها الصغير سميتو اسحاق اللي بدا كيشوف واحد الراجل ما عندوش الملامح في البيت ديالو. كانت كتقول باللي باباها جاب الشيوخ وحخامات باش يخرجوا شي حاجه من الدار، وباللي هذيك الحاجه كانت ساكنه في البير اللي كاين تحت الصالون. حبست القرايه فاش وصلت لواحد الجمله مكتوبه بخط ديال اليد كيرجف كيترعد، مكتوب فيه هو ماشي حنا، هو شي حاجه قدم من العالم ودابا راه كيشوف فينا من مورا المرايه. في ديك اللحظه سمعت الصوت ديال الباب في الصالون فوق مني، طلعت كنجري. لقيت المرايه الكبيره اللي حيدناها محطوطه في الوسط ديال الصالون، واقفه الوسط بلا ما تسند على والو، وداك الغطاء اللي كان عليها ما بقاش. قربت من المرايه، وجهي كان صفر بحال الميت، وداكشي اللي شفت خلعني. صورتي في المرايه ما كانتش كدير نفس الحركات اللي كنت كندير انا. صورتي كانت واقفه وكتشوف ورايا بواحد النظر ديال الرعب. درت بالجهد باش نشوف شنو كان مورايا، ما لقيت والو. رجعت شفت في المرايه، لقيت صورتي بدات كتغوت ولكن بلا صوت. وفجأة المرايه تفرقعات، ولات كلها طروفه صغار داروا في كاع القنات ديال الصالون، وواحد الطرف قاسني في وجهي. الدم بدا كيهبط على عينيا، الظلام طاح دقه وحده، ما بقيت كنشوف والو. بديت كنسمع الصوت بزاف ديال الرجلين طالعين مع داك الدروج ديال لاكاف. بديت كنغوت شكون تما، بابو شعيب، حميد، حتى حد ما جاوبني، غير واحد النفس بارده جاتني على قفايا، وواحد الصوت همس ليا في ودنيا، ياسين. دارت وحشات الدم جديده. هربت لبيتي واخا ما كيبان ليا والو، غير كنلوح رجليا على الله حتى وصلت للبيت. دخلت وسديت عليا بالسوارت وتخبيت تحت الغطاء بحال شي دري صغير. الليله كامله وانا كنسمع داك الصداع في الدار، اصوات ديال الناس كيهضروا، الغوات والبكا، والصوت ديال شي حاجه كتحك في الحيوط. كنت كنحس بلي الفيلا كامله ولات كتنفس، والحيوط كاملين كيتحركوا وكيضيقوا عليا. فاش طلع الصباح خرجت كنجري، ما هزيت معايا والو. قصدت بابو شعيب، قلت ليه ديك الدار شنو قصها، قول لي الحقيقه. هبط راسو وقال لي بصوت خفيف، ولدي ياسين اش غنقول لك. قلت لك داك النهار همزه حيت كنت محتاج للفلوس. ديك الفيلا في الستينات وقعت فيها مجزره، العائله اللي كانت ساكنه تما تقتلوا كاملين بطريقه غامضه، والبوليس سدوا الملف وقالوا انتحار جماعي. ولكن الناس ديال ديك الحومه كيعرفوا باللي ديك الفيلا مبنيه فوق المقبره قديمه بزاف ديال اليهود. من داك النهار ما رجعتش لهاديك الفيلا، حاولت نبيعها ولكن حتى واحد ما بغى يشريها. كل مره كيمشي السمسار يوريها لشي حد، كيخرج كيجري بلا ما يقول السبب علاش. اليوم وانا جالس في الدار الجديده سمعت التليفون كيصوني، رقم غريب. جاوبت، سمعت السكات، وبعد ثواني سمعت الضحكه ديال دري صغير، ونفس الصوت اللي همس ليا في ودنيا ديك الليله. ياسين، المرايه باقا كتسناك. طلعت معايا التبوريشه وشفت في المرايه اللي قدامي في البيت، وبان لي خيال طويل. غمضت عينيا وجهدت في الدعاء، وفاش حليتهم ما لقيت والو. ولكن السؤال اللي كيبقى ديما محيرني، واش انا خرجت من ديك الفيلا فعلا ولا هي اللي سكنات فيا؟
ايوا هذه هي القصة ديالي. وباقي لدابا كل ليلة كنسمع الصوت ديال السلاسل كيتجروا في عقلي، وبعض المرات الغوات الضحك. والمهم دعوا معايا بالشفاء. هادي راه هي قصتي، تفاعلوا معايا، ديروا جيم، كومونطير، ما غتخسروا عليها والو، باش تدعمونا ان شاء الله نكملوا القدام. وتهلاو حتى القصة الجاية ان شاء الله.